السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم الكيش بحجم عائلي اللي كيجي زوين لا في المذاق ولا في المنظر، وكتختصروا فيه الوقت ماشي بحال المولات الصغار اللي كياخذوا لكم وقت طويل. كيجي زوين محمر مجمر والمذاق يا سلام. تبعوا معايا طريقه التحضير. بالنسبه للعجين غادي نحتاجوا 250 غرام ديال الدقيق الابيض، اللي كنحتاجوا ليها 125 غرام ديال الزبده، حبه ديال البيض اللي تتكون كبيره، قبيصه ديال الملحه وشويه ديال الماء الا ما تجمعاتش العجين. كناخذوا الدقيق كنزيدوا عليه شويه ديال الملحه، كنضيفوا ليه ديك الزبده. الا كانت الزبده ديال سونطرال اولا الماء ديال البواطه راه كتكون سهله في الخدمه، الا كانت المارغرين راه كتكون شويه صعيبه. كنغملوا ديك الخليط عندنا، يعني كنلبسوا ديك الزبده مزيان بالدقيق، كنضيفوا ليها ديك الحبات البيض وكنجمعوها. انا هنا استعملت زبده سنترال يعني تجمع ليا بسهوله. هنا ما تعجنوش الخليط، غير جمعوا برؤوس الاصابع حتى كتجمع لكم ديك العجينه. الا استعملتوا المارغرين راه ضروري ما غاديش تجمع لكم، كونوا اكيدين غتزيدوا واحد المعلقه اولا جوج ديال الماء اللي يكون بارد. العجينه كتكون عندنا رطبه وخفيفه. هنا غادي نجمعها في واحد البلاستيكه وغادي نحتفظ بها في المجمد على ما وجدت الحشوه. كناخذ مقيلاس درت فيها شويه ديال الزيت وضفت لها واحد الكميه ديال البورو اولا البصله على حسب اللي عندكم. انا استعملت البورو، ضفت ليه شويه ديال البزار وشويه ديال الملحه وخليته تيتقلى مزيان حتى بدا كيطيح داك البورو. عاد ضفت ليه شويه ديال لي زيبينار اللي كان عندي مغسول ومقاد في المجمد، كنخلطهم مع بعضياتهم حتى كيتقلاو مزيان وكنحتفظ بهم جانبا. البورو راه كيجي لذيذ مع لي زيبينار. كندوز للشاركوتري، هادو هما اللي غادي نستعمل انا في الحشوه. خديت لا داند فومي اللي فيه حبه ديال البزار هكا صينين وشويه ديال لا داند ديال اللحم، قطعتهم مزيان مع بعضياتهم واحتفظت بهم جانبا. كنرجع للعجين اللي كناخذها من الثلاجه مباشره، وكنسرحها كنستعن بالدقيق باش ما تلصقش لكم على سطح العمل. كنسرحوها مزيان مزيان، تكون شويه ما رقيقاش بزاف وما غليظاش، يعني كيكون السمك ديالها هو هذاك. من بعد ما سرحتها كناخذ لو مول اللي غادي نستعمل، رشيته بشويه ديال الدقيق. هنا ما تحتاجوش دهنوه حيت العجين فيها الزبده، فيها كميه لا باس بها من الزبده. صافي كنلويه على المدلك باش كيسهل عليا كيفاش نهز داك العجين. كننزلوا على المول اللي غادي نخدم فيه. هنا واخا تقطع لكم العجينه منين تكونوا تطلقوا فيها ماشي مشكل، راه هكا تسوده باليد. يعني منين كتكونوا تتقادوا فيها في لو مول البليصه اللي بانت لكم خاويه زيدوا فيها طريف ديال العجينه وبركوا عليه، ضغطوا عليه بالاصابع حتى كتقاد. من بعد ما تلبس ليا المول مزيان، حاولوا ان داك السمك يكون مقاد باش حتى في الطياب يجيكم سهل وتكون الكيش كله طايب من جميع الجوانب. كنتكو مزيان بالفرشيطه من الجوانب ومن الوسط، يعني حتى كنكملوه كامل. هنا كنحتفظوا به في الثلاجه على ما وجدنا لاباغايا كيش. كناخذ الاناء اللي غادي نخدم فيه، كنهرس فيه 2 حبات ديال البيض. انا عندي البيض كبير بزاف، الا كان البيض صغير ممكن تمشيو حتى ل3 ديال البيضات، ولكن دائما على حسب المول اللي نتوما خدامين فيه. انا عندي المول كبير بزاف، دوك 2 بيضات كانوا كافيين. ضفت ليهم شويه ديال الملحه. هنا من الاحسن ديروا الملحه اللي تكون كافيه، اللي كيشي الا كانوا مسوسين ما كيكونوش لذاذ، يعني الملح يكون كافي. زدت شويه ديال الفلفل الاسود اولا الابزار. خميره ديال الحلوه اللي ضروريه كتساعد الكيش ديالنا باش كيتنفخ منين تيدخل الفران. ضربت تقريبا شي معلقه صغيره، نص كيس ديال الخميره الكيماويه. هنا الكوزه كاينين الناس بزاف ما كيستعملوهاش، ولكن صدقوني راه هي اللي كتلذذ لي كيش، ضروري تستعملوا منها. انا كنكثر منها لانها كتعجبني. وزدت الكريمه الطريه. بغيتو تستعملوا الكريمه استعملوها، ما بغيتوش ممكن تعوضوها بالحليب وتزيدوا عليه 1-2 حبات ديال الفرماج اولا 3 المثلثات. هنا عندكم الكريمه كتستغناو على الفرماج مثلثات. خلطت المقادير مع بعضياتهم مزيان حتى تحل لي داك البيض ونسجموا العناصر مع بعضياتهم. صافي هنايا لاباغي عندي تقريبا ولات موجوده. هنا باش تفادوا ان منين يكون لي كيش كيطيب ما تلقش لكم الماء، ضفت 1-2 معالق ديال النشا. هادو اختياريين، الا ما عندكمش نشا بلاش ماشي مشكل، ولكن غير باش يكون الكيش ناجح. كنرجع للشاركوتري اللي قطعت، كنضيفهم لذاك الخليط اللي خلطتهم مع بعضياته. ضفت داك الفرماج ولا داند فومي والكاشير اللي قطعتهم، خلطتهم واحد شويه مع بعضياتهم. زدت عليهم واحد العلبه ديال الطون
هنا العلبه ديال الطون راني صفيتها من الماء وشويه ديال الزيتون مقطع، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى كيتحل داك الطون وكيتوزع على الخليط كامل. من بعد ضفت ليهم شويه ديال الفرماج محكوك. هنا كتكون لاباغيه كيش عندي كامله، يعني هادو هما المقادير اللي استعملت فيها كاملين. غادي نحتفظ بها جانبا، وغادي نرجع نجيب المول اللي خرجته من الثلاجه. هنا كنديروه في الثلاجه باش دوك الجوانب منين يطيب ما يهبطوش لينا. خديت الحشوه اللي خلطت في الاول اللي فيها البورو ولي زيبينار، كيف ما قلت لكم ديروا الحشوه اللي بغيتو، اي حشوه كتعجبكم ديروها، ديروا البصله والفلفله، ديروا اللي بغيتو. المهم انا البورو ولي زيبينار كيعجبوني حيت كيتواتاو مزيان مع الشاركوتري، مع داك لا دان فيمي اللي درتو مع الكاشير، كتواتا معاهم البورو ولي زيبينار. كتوزعوهم مزيان على لو مول كامل باش كاع المورسوات ملي تجيو تقطعوها كلشي يكون فيهم الحشوه كامله. هنا خديت شويه ديال الفرماج فيمي اللي قطعته رقيق ودردرته على لو مول كامل. صافي عاد غادي نضيف عليهم دابا ديك لاباغيه كيش اللي خلطت، كنخلطوها مزيان وكنوزعوها على المول ديالنا. صافي هنا من بعد ما كتنزلوا في هذاك الخليط حاولوا تاخذوا واحد الفرنشيطه وتبقاو تتفنقوا ديك الشاركوتري والزيتون وكلشي باش يجي المول كامل متساوي، ما تجيش بلاصه عامره وبلاصه خاويه. في الاخير ضفت لهم شويه ديال الفرماج من الفوق. في هذا الاثناء راني درت الفران تيسخن من قبل. من بعد ما وجدت عندي الكيش، صافي هذه هي المرحله النهائيه ديالتها. دخلتها للفران ونقصت عليها العافيه، يعني ماشي تقتلوا العافيه، مي العافيه كتبقى متوسطه، كتشعلوا عليها وكتخليوها حتى كطيب. من بعد ما كتخرج راها كتجي على هذا الشكل، كتجي لذيذه بزاف لا في المذاق ولا في المنظر. كنتمنى الاقتراح ديال اليوم ينال الاستحسان ديالكم، وكنضرب لكم موعد في فيديو قادم ان شاء الله.